السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هنتكلم عن موضوع مهم جدا وموضوع مشهور للأسف، هو أنيميا الفول. إيه قصة أنيميا الفول دي يا جماعة؟ الأول هو من اسمها، ليه ارتبط اسمها بالفول؟ لأن هي دايما بيحصل تكسير لكرات الدم الحمراء مرتبط بأكل الفول أو مشتقاته، الطعمية مثلا، أو حتى شم روائح الفول الأخضر، او اي فول، اي نوع فول مدمس او اي نوع فول، طبعا ده بيعمل لي تكسير في كرات الدم الحمراء، فلذلك ارتبط اسمها باسم انيميا الفول. طب هل كل الناس بيحصل لها الكلام ده؟ لا طبعا. هي موجوده في بعض الاطفال، بيبقى عندنا انيميا تكسيريه نتيجه نقص انزيم مهم جدا اسمه جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز او G6PD. الانزيم ده مسؤول عن وظيفه كرات الدم الحمراء انها تتم بشكل طبيعي. طيب بعض الاطفال بيبقى عندهم نقص في الانزيم ده، بيحصل مع نقص الانزيم ده لما ياكل فول او احد مشتقاته فيحصل انيميا تكسيريه، يبتدي الطفل يظهر عليه الاعراض اللي هنقولها كمان شويه. طب هل كل الاطفال ممكن اقيس عندهم الانزيم ده اللي عندهم انيميا فول الاقيه نقص؟ لا، مش شرط. ممكن بعض الاطفال يحصل الكلام ده اصلا مع حاجات تانية، زي مثلا بعض الميكروبات اللي هي بعض العدوى البكتيريه او الفيروسيه احيانا ممكن تعمل الكلام ده. بعض الادويه خصوصا مثلا حاجه زي السلفه كمضاد حيوي، 6 زول ستريم، حاجات زي كده، طبعا الاطفال بيبقى عندهم برضو مشكله في كرات الدم الحمراء، يحصل لهم التكسير مع الادويه دي. ولذلك مش كل طفل هلاقي عنده انيميا فول لما حلل الانزيم هلاقي الانزيم ده واقع، ممكن الاقي انزيم طبيعي. عشان كده لازم اكرر التحليل بعد حوالي شهر ونص تاني، والمفروض ان هو ما يتعملش في الفتره بتاعه التكسير الا في حالات معينه زي ما هنقول بعد كده. طيب ايه هي الاعراض؟ تبص تلاقي الطفل اكل سواء فول اخضر او فول مدمس او طعميه او شم حتى ارض فيها فول. ده احيانا ممكن الطفل يحصل له تكسير نتيجه مثلا ان احنا قلينا له مثلا بيضه او قلينا له بطاطس في زيت بتاع طعميه، فتبص تلاقي مثلا يحصل له التكسير ده. طيب التكسير ده بينتج عنه ايه؟ تلاقي الطفل بدا يبقى شاحب جدا، اصفر، فجاه تلاقي ابنك اصفر او شاحب باهت جدا، تلاقي وجع في البطن او وجع في الجسم كله، همدان خملان. طبعا الهيموجلوبين يا جماعه بيقع جدا، عشان كده بتلاقي الطفل كمان البول بتاعه غامق عامل زي الشاي، اصفر، ظهرت عليه صفرة، بسرعه هنتوجه للطبيب او لاقرب مستشفى عشان نشوف السبب. ما هو ممكن تكون انيميا تكسيريه من نوع تاني او ممكن تكون حاجات تانيه. طيب نعمل تحليل صوره دم نلاقي الهيموجلوبين وقع. طبعا لو الهيموجلوبين واقع خالص اقل من 6 او اقل من 7 ده هيحتاج نقل دم غالبا، يبقى لازم التوجه للمستشفى. طب لو لسه ما وقعش قوي برضه متابعه. طيب رقم 2 تلاقي عندنا الانزيم اللي هو G6PD ناقص، عشان كده بنلاقي ان احنا ده تشخيصنا فافيزما او انيميا فول. طيب التشخيص ده هل معتمد على الانزيم بس او معتمد على صوره الدم بس؟ لا طبعا، وعلى التشخيص وعلى الهيستوري اللي هو التاريخ المرضي بتاع الطفل، او حتى كمان ليه علاقه بالوراثه خاصه بينا. الام ممكن تورثه لاطفالها الذكور حتى لو الام ما عندهاش الاعراض، بس ممكن تبقى حامله الجين او المرض. طيب الحل ايه ساعتها؟ طبعا متابعه الطفل والتوجه لاقرب مستشفى لو هنحتاج نقل دم. طب ايه هي الممنوعات اللي انا المفروض لو الطفل خلاص اوريدي اتشخص ان هو انيميا فول؟ ايه الحاجات اللي انا بمنعها عنه؟ لان احنا بنلاقي حاجات غريبه موجوده بين الناس، الوعي مختلف شويه. طبعا اول حاجه واهم حاجه الفول بمشتقاته، سواء كان فول مدمس، فول اخضر، حتى زي ما اتفقنا طعميه، ما يتقليش حاجه في زيت مكان طعميه او مكان فول، اي حاجه من دي. الاناء نفسه لو مكان حاجه زي كده ممكن يحصل. بلاش الطفل ده يتعرض لارض زراعيه فيها فول، لانه لو شم الحاجات دي ممكن يحصل له نوبه من التكسير. النقطه الثانيه يا جماعه، طبعا بعض الادويه ممنوعه تماما في انيميا الفول، زي ادويه الملاريا او بعض المسكنات زي الاسبرين، زي النوفالجين، الديكلوفيناك صوديوم اللي هو الدولفين ومشتقاته، ده طبعا ممنوع في انيميا الفول. الامن الوحيد في انيميا الفول هو الباراسيتامول اللي هو السيتال وانواعه. طبعا البروفين عليه كلام، بس تقريبا يعتبر البروفين ما بيعملش تكسير جامد، فممكن استخدم البروفين بس بجرعات مش كبيره. فيتامين سي ما يتاخدش بشكل مباشر بجرعه كبيره لانه هيعمل تكسير. كمان بعض ادويه الاسهال زي الانتينال ممكن تعمل التكسير في بعض الاطفال، فيفضل ان احنا نبعد عنها. طب الحفاظ على انيميا الفول اصلا المفروض انا القطه ازاي؟ للاسف انيميا الفول من الحاجات اللي بتكتشف فجاه مع النوبه بتاعه التكسير. طب عشان اتحاشاها في سن الرضيع، المفروض ان انا لما بدخل الفول في الشهر السادس او السابع او الثامن للطفل، المفروض بيدخل بكميات بسيطه جدا علشان تيست كده اشوف يا ترى لو حصل تكسير هيبقى عالي ولا لا. لان لو كميه كبيره هتعمل تكسير رهيب، فبالتالي هحتاج لنقل دم، دي فيها حجز مستشفى ونقل دم، وربنا يحفظ اولادنا من كل شر.